اهلا بيكم تاني. النهارده هنرد على سؤال بيحير الناس كتير، جاوبنا عليه في فيديو سابق وبنجاوبه تاني. هل حركه الجنين في بطن امه بتبين نوعه؟ هل الولد بيلعب كره قدم والبنت بترقص باليه؟ يلا بينا نعرف الاجابه العلميه. اولا وبدون لف ودوران، العلم بيقول لا، مفيش اي دراسه علميه موثوقه اثبتت ان في فرق بين حركه الولد وحركه البنت. اللي بيحدد الحركه وشكلها هو صحه البيبي، وضعه في الرحم، وكميه السوائل حواليه، طبيعه جسم الام مش نوعه. بس في طبعا اعتبارات شعبيه، يعني ناس بتقول الولد حركته قويه وبيرفس من تحت، والبنت حركتها ناعمه وبتدور، وده طبيعي لاننا بنربط الصفات دي بالستات والولاد بره الرحم، ولكن دي مجرد ملاحظات مش حقائق علميه، ممكن تصيب وممكن تخطئ. فلو ماما قالت لك انا حاسه ان ولد عشان هو شقي او بنت عشان حركتها حلوه، ممكن تبقى غلط وممكن تبقى صح، بس مش معناها انها قاعده علميه. الطريقه الوحيده اللي بنعترف بيها في نوع الجنين بشكل مؤكد هو السونار. اما الحركه فكل البيبيز مختلفين وكل تجربه حمل فريده ومختلفه. فالخلاصه يا غاليين، استمتعوا بكل ركله ولفه ودوران، دي لغه بيتكلم بيها البيبي مع امه ومش وسيله لمعرفه نوعه. النوع هيتعرف بالاشعه وبالسونار، والجميل هتستنوه لما ربنا يكرمكم بيه. تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروه لحد ممكن يكون محتاج المعلومه دي، واكتبوا لنا في الكومنتات حركه البيبي عندكم كانت عامله ازاي، وطلع ولد ولا بنت.